مستر فييرا طمن جمهور نادي الزمالك على الفريق اللي اخباره بقت قليله خصوصا في ظل عدم وجود دوري. السلام عليكم. I think what we can say to the support. أعتقد أن ما يمكن أن يقال للجماهير الآن هو أمر بسيط. ليس لدينا مسابقة، ومنذ أن أتيت إلى هنا وحاولت العمل على تطوير الفريق والارتقاء بكل ما يتعلق به، بدءا من غرف اللاعبين وحتى الجهاز الفني. بدأنا تنظيم عملنا داخل الفريق، ولكن لسوء الحظ ليس لدينا بطولة أو احتكاك لنثبت أن ما قمنا به كان عملا جيدا أم لا، ولكنني أرى أنني أجتهد لتقديم ما هو أفضل لجماهير الزمالك وما يسعدهم. شال الإعلام أكدت مؤخرا أن أنت أبلغت الأستاذ ممدوح عباس رئيس النادي أن أنت مش هتكمل في مهمتك مع الفريق خصوصا لو الدوري مكمل. Well, first of all, I'm a honest coach. I'm professional. أولا أنا مدرب أمين ومحترف، وأعتقد أيضا أن المدرب الجاد والمحترف لا يجب أن يكون في مثل هذه المواقف، ولكن نحن نعمل بلا هدف ولا جدوى. تحصل على راتبك لمجرد أنك تدرب اللاعبين يوميا، في حين أن ما يثبت عملك بالفعل هو المباريات الرسمية، وأنت تثبت لنفسك أيضا أنك على صواب أو حتى على خطأ لتصحح أخطائك. ولكن الآن لا شيء سوى الأكل والنوم والتدريب، وأنا لم أتعاقد مع الزمالك بحثا عن المال، كما أنني لن أنتظر حتى مارس المقبل حتى تقام المسابقة المحلية. الحياة سهلة إذا قررت العيش هكذا من التدريب وإلى المنزل، ولكنني لا أريد ذلك. I can do that. The life will be more easy for me here. حقيقة ما يتردد عن مفاوضات نادي القادسية، مفاوضات من أندية من المغرب، يعني الواجهة المقبلة لمستر فييرا. You know, I think the Egyptian press, you are very creative here, you know, because sometimes we don't have a team. أعتقد أن الصحافة المصرية مبدعة في اختلاق القصص، لأننا أحيانا نختلق مواقف من الفراغ، مثل القول بأن هذا الفريق تعاقد مع فييرا أو ذلك الفريق يتفاوض معه. الأمر ليس صحيحا بالمرة. بعض الصحفيين يتحدثون فييرا الراحل، فييرا مستمر، فييرا الراحل. أنا مستمر مع الفريق، ولو كان لدي أي عرض الآن لكنت قد توجهت إلى رئيس النادي مستر ممدوح عباس وأبلغته بضروري رحيلي، فليس هناك نشاط رياضي ولا داعي لوجودي. حقيقة لا أعرف لماذا يسألني الناس نفس السؤال آلاف المرات، في حين أن الإجابة واحدة. Speak about you are the journalist number 1000 who asked me the same question. هل ممكن تقود فريق الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية بدون استئناف الدوري العام؟ With this question, I'm going to another question to you. سأسألك أنا سؤالا. أفترض أن الدوري الأبطال بدأ قبل عودة الدوري المحلي، فماذا سيكون الموقف؟ يجب أن نستعد لدوري الأبطال. هل فريق الزمالك الحالي قادر على تحقيق بطولة؟ I'm not magician. I don't have a crystal ball here. لست ساحرا ولا أمتلك كرة سحرية، لكني أقول لك أننا سنفوز ببطولات. أنا أعمل هنا لكي أقود الفريق إلى أفضل وضع ممكن، معتمدا في ذلك على جميع العناصر المتاحة من جهاز فني ولاعبين وجميع عناصر اللعبة أيضا. وإذا أخبرتك غير ذلك فأنا إذن رجل كاذب. طب ليه فريق الزمالك طول السنوات اللي فاتت دي ما حققش بطولة رغم ان في لعيبة مميزة؟ Well, it's not me to judge the situation. Why? Because I wasn't here.
لست قادرا على تقييم الموقف لأحكم على الفريق فيما كان من قبل، فلست في موضع التقييم. بالتأكيد إنها فترة طويلة تلك التي فشل فيها الزمالك في تحقيق بطولات، وبالتأكيد يجب أن تكون هناك أسباب قوية لذلك. ولكن لماذا؟ ومن المسؤول؟ لست أنا الشخص المسؤول عن تحديد ذلك. ما أعرفه هو أن الزمالك ناد كبير واسم كبير وله تاريخ عريق، ولا يليق به الموقف الذي وصل إليه، ولكنني لست من سينقذ العالم أيضا. عشت أيام صعبة وقت التعاقد معك يا مستر فيرا، مرت عليك الأيام دي؟ Yes, it's true. Because when I arrived here, I arrived in a very difficult time, in a very difficult moment. The club was on the, like we say, we put the water on the fire. صحيح، لأنني عندما وصلت إلى هنا كان الموقف صعبا بالنسبة للنادي، فالفريق كان فوق صفيح ساخن على كافة المستويات. ولكن الآن كما ترى الزمالك يعيش حالة من الهدوء بالنسبة للفريق واللاعبين والإدارة حتى في الصحافة. الموقف ليس سهلا، لأنك كما تعلم أن الأندية تعتمد على الجوانب المالية، فهنالك أسر وليس لاعبين فقط في الفريق، تعتمد على الدخل الذي يجب أن يتوافر. لذلك ليس دائما يجد المرء الأمور مهيئة، ولكن أحيانا يجب أن يتذوق الصعاب. لذلك يتعين علينا أن نزرع لنحصد. دي شكل مجلس الإدارة لجنة كرة برئاسة الكابتن حمادة إمام. شايف تعاون اللجنة دي وأداء اللجنة دي؟ Well, depends how we see the situation of this board, because we have already one board. The board inside the club existing. الأمر يتوقف على التعاون مع الإدارة، فلدينا بالفعل إدارة موجودة، والآن أصبح لدينا إدارتين. فالسؤال هنا هو ما هو الدور المنوط بهذه اللجنة فعله، وما الذي سيقوم به أعضاؤها تجاه الفريق واللاعبين، لأن معظمهم لاعبين سابقين ومدربين. فبحسب ما أعلم أن هناك الكابتن حمادة إمام، والكابتن أبو رجيلة، والكابتن إبراهيم يوسف، والكابتن حازم إمام، والكابتن أيمن يونس، والكابتن أحمد عبد الله. كما ترى أن هؤلاء الستة 2 منهم كانوا مدربين، والبقية كانوا لاعبين. والمعروف حتى على مستوى العالم أنه ليس كل من كان لاعبا كبيرا يمكنه أن يصبح مدربا أيضا، لكن المهم هو معرفة دور اللجنة. في رأيي أن دورها يجب أن يكون دعم المدرب وحل مشاكل الفريق. ممكن أن يكون دورها إيجابيا تجاه الفريق، ويمكن أيضا أن يكون سلبي، فهذا يعتمد على طبيعة عملها. لأننا أيضا نحتاج تفاهم بين الإدارة ولجنة الكرة، فكل له دوره وأنا لي دوري. فإذا لم يتدخل أحد في عمل الآخر أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام. ولكن المهم هو حل المشاكل التي تنشأ خارج الملعب.